مرحبا متابعيني الحلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. اليوم نزلنا وياكم فيديو جديد. اليوم نزلنا طريقة عمل المندي بطريقة جدا سهلة، وان شاء الله هم المكونات متوفرات بكل بيت. عندي دجاجة ونص، على حسب العائلة مالتكم. وعندي هذا لون المندي، هذا تشترينه من السوبر ماركت، تشترينه من العطار. اكو بيجي لونين، لون الاحمر ولون اللي يصير لونها برتقالي على لون صفار، فانتي اللون اللي تختارينه تاخذينه. ضفت عليه قليل من الزعفران، وضفت زيت نباتي، وضفت معلقة من الملح. لا تضيفين بعد من نوع التوابل، لأن تصير لونها على لون سمار، فإحنا نريد لونها يصير لونها حلو. فما ضفت لها توابل نهائيا، بس اللون والزيت والملح. فراح نلونها او نملحها او اتركها نص ساعة ساعة حسب الوقت اللي عندك. بس اذا ما عندك وقت فعادي تملحينها وتلونينها وتدخلينها الفرن. انا لين عندي وقت فراح خليتها تقريبا ظلت عندي ساعة كاملة يعني تملحت. وعندي التمن قلاصين ونص، يعني تمن البسمتي. هم ورا ما كملت الدجاج فنقعت التمن، يعني لا تنقعينه وقت اطول، لان احنا راح ندخله الفرن فيستوي عندنا، يعني رأسا يستوي. عندي هم قلاصين ونص من التمن، قلت لكم نقعتهن وراح اسوين بهذه صينية الفرن. ما اليوم ما نسوي بالقدرية، راح اسوي بالصينية الفرن. ضفت عليه الملح، معلقة من الملح يظل حسب رغبتكم، والتوابل اللي عندكم متوفر وتحبون نكهته تضيفونه. عندي هذه البهارات يعني السبعة احنا نسميها، ضفت. وعندي هذا اني جامعتها من كل انواع التوابل اني اللي مسويتها، يعني شغل ايدي. هم ضفت معلقة من الدارسين، هذا عود الدارسين. من الهيل 4 حبات من الهيل. راح اضيف انها 2 من النوم المجفف. فلفل الحار. وعندي هذا ثوم انا مسويته يعني 2 كسرته، يعني ما سويته حبات. وعندي هذا البصل يعني حبتين صغار بدون ما نثرمهن ناعم. وضفت الدهن الجنة. دهن الجنة يعني نكهة طيبة بالتمن، بس إذا ما متوفر عندكم عادي يعني زيت تستخدمون. وضفت المي يعني قللت، أنا ضفت قلاصين ونص من التمن، ضفت 2 من المي. لين احنا ندخله الفرن قلت لكم يستوي بسرعة، فلا تضيفون كمية أكثر يختلف على الطبخينة، يعني على الطباخ تسوينا كبس. خليت عندها سوباية الفرن، وضفت عليها الدجاج، وخلينا عليه ورق الزبدة، وخليت عليه الورق السيليفون، يعني هذا خاص بالطبخ السيليفون. أنا سويت طبقتين لأن الصينية شوية كبيرة، بس إذا صينيتكم أصغر عادي يعني وجه واحد السيليفون تخلينا كلش كافي. فراح ندخلها الفرن، بقت عندي ساعتين على درجة 170. قللتها لتخلون النار عالية، ونعلق الأعلى والأسفل. ولا ساعتين، يعني من 4 ل6 كملت عندي وطلعتها. بس أنا ما أدري بيها مستوية ما مستوية، بس الحمد لله والشكر طلعت مستوية. هذه راح أفتحها قدامكم. ساعتين على درجة 170، لا تخلون النار عالية كلش ولا تقللونها هم كلش، يعني أنا 170 كلش كافي، وحسب أنواع الفران اللي عندكم. هذه شوية الورق ملتصق بيها. هذا طبعا هسه انا راح ارجعهن للفرن ياخذن بس شوية لون، يعني بس من الاعلى الاسفل احنا طفيناه، ياخذن بس شوية يتغير اللون، هذا تغير لونهن يعني دقيقتين او 3. وعندي هاي فحماية يعني سويناها على الطباخ، حرقناها وخليت جواها الورق السيليفون، وضفت عليها الزيت. شوية نبخر التمن والدجاج، طبعا هي مو بس التمن والدجاج، تبخر البيت كله، ريحته كلش حلوة. وغطيناه تقريبا ظل عندي 10 دقايق مغطى حتى يتبخر بالفحماية اللي خليناها، يعني كأنما طابخته انت مسويته على الفحم. فأعطت طعم كلش طيب للتمن وللدجاج. هذا وراء 10 دقايق. كملت الفطور. فطور كلش سهل، يعني تكملينه وتخلينه بالفرن، تقدرين تسوين وياه بعد شغلات ثانية، تسوين الشوربة، تسوين المقبلات، تسوين الحلويات. انتي فارغة لان ما عندك شي تشتغلين بيه. فاحنا هذا راح نشيلهن وهذا التمن عندنا هم مستوي كلش حلو. فقلت لكم لا تكثروا له ميه هواي، لان هو راح يستوي على البخار، يستوي على التهدير، فما يحتاج نضيف له ميه هواي. وحسب انواع التمن اللي انتم يعني تستخدمونه وتعرفونه. فخليت أنا بهذه الصينية نفسها صينية الفرن،
وهذه وياها الشطة الحارة لأن هو نوكل وياه الشطة الحارة، وهذا عندي الثوم هم مستوي كلش طعمه يصير طيب. وهذا الفلفل أنا سويت وياها المقبلات وسويت وياها يعني سوينا تحلية وياه، رشة قرفص قليلة. هذه اليوم طريقتي للمندي وحبيت أشارككم بها، وإن شاء الله استفادتوا من هذه الطريقة وتجربونها. طبعا كلش الدجاج مستوي. هذا يعني رأسا العظم انكسر، شوف اللحم مالته كلش يعني مستوي وطعمه كلش طيب. يعني احنا نسوي للفطور اكثر شي هو الدجاج، فلازم ننوع بيه، ما نسوي يوميا نفس الشكل. وهذا التمن، لما التمن مالته لا معجن ولا بعد ما مستوي كلش حلو. هذه اليوم طريقتي، وإن شاء الله يا ربي عجبتكم وتجربونها وتعطوني رأيكم بها. وإذا أول مرة تزورون قناتي أتمنى تشتركون بها وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وتحياتي لكل اللي تابعني، ونقول لكم سهمكم والعافية ومع ألف سلامة.